السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه التصوير بالمصري. معاكم احمد فتحي، حلقه جديده او محاضره جديده من سلسله تعليم التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. قبل ما نخش على موضوع الحلقه نصلي على النبي كلنا، ناخد الثواب الاول ويلا بينا على موضوع الحلقه. حلقه النهارده حلقه مميزه شويه عشان الحلقه دي بيتسال عنها كتير، العدسات. هنتكلم النهارده عن انواع العدسات واستعمالاتها والفروقات بوجه عام، عشان تبقى انت واحد داخل المجال مبتدئ فاهم العدسه اللي مع الكاميرا دي لازمتها ايه مميزاتها، ايه معناها، ايه الارقام عليها دي معناها ايه. كل ده هقول ان شاء الله في حلقه النهارده. اولا العدسات بالنسبه لنا في التصوير الفوتوغرافي او تصوير الفيديو او في مجال التصوير عامه بتنقسم لقسمين. القسم الاولاني هو قسم اسمه زوم لينس، القسم الثاني هو قسم اسمه برايم لينس. طبعا ما تتخضش من الاسماء، انا هترجم لك دلوقتي. قسمين. قسم الزوم لينس ده هو العدسات اللي بعد بؤري بتاعها متغير، يعني الزوم. اي حد معاه موبايل دلوقتي عارف يعني ايه زوم، انك تقرب من الحاجه. برايم لينس او عدسات احاديه البعد البؤري، دي بتكون بعد بؤري ثابت. هو ايه اصلا البعد البؤري يا احمد؟ انت بتقول لنا بعد بؤري زوم ومتحرك وثابت واحنا مش عارفين البعد البؤري يعني ايه. البعد البؤري هو المسافه بين الازاز بتاع العدسه والسنسور. البعد البؤري ده كل ده ما زاد كل ما جاب لك مسافه ابعد، كل ما قل كل ما جاب لك مسافه اقرب. يعني 16 مللي مثلا دي بتجيب لك زاويه واسعه. كل ما زودنا الرقم كل ما الزاويه ضاقت. 50 مللي هتجيب زاويه اضيق، 85 مللي هتجيب زاويه اضيق وابعد، يعني هتجيب ابعد مسافه بعيده وزاويه اضيق شويه. 200 مللي هتجيب زاويه بعيده قوي وضيقنا الزاويه شويه. طب اميزها ازاي يا احمد، او ايه الفرق بين دي وبين دي؟ هقول لك بمثال عملي دلوقتي. دول عدستين معايا، دول عدسات كانون، عدسه زوم لينس وعدسه برايم لينس. عدسه الزوم دي اسمها 2880. العدسه دي مكونه من رقمين 28 وال80. معنى كده ايه؟ اي عدسه مكونه من رقمين فهي زوم. قاعده: اي عدسه مكونه من رقمين فهي عدسه زوم. 28 80 24 70 17 50 100 400 70 200. اي لينس مكون من رقمين فده عدسه زوم، دي كده ثبتها في دماغك. اما دي فدي كانون 50 مللي اف 1.8، عدسه كانون 50 مللي، كانون 50 مللي رقم واحد. القاعده الثانيه: اي عدسه مكونه من رقم واحد فهي عدسه برايم او احاديه البعد البؤري. 50 مللي 35 مللي 85 مللي 105 135 200 مللي. اي عدسه اسمها يقول لك كانون 100 مللي دي عدسه برايم ما فيهاش زوم، يعني بعد بؤري ثابت. يعني لما تركبها على الكاميرا ما عندكش زوم، انت بتتحرك برجلك عشان تقرب وبتتحرك برجلك عشان تبعد. دي لو ركبتها على كاميرا عندي زوم، بقدر اقرب واقدر ابعد. اي عدسه من رقمين فهي عدسه زوم، اي عدسه من رقم واحد او اسمها من رقم واحد فهي عدسه برايم. مش عايز اطول في موضوع العدسات ده قوي عشان ما ادخلكش في متاهات، بس هنا حاجات اساسيه لازم تعرفها. عدسات الزوم استعمالاتها متعدده ومختلفه. يعني البعد البؤري معاك لما يكون قادر اوسع واضيق واعمل زوم وانا واقف في مكاني واوسع وانا واقف في مكاني، دي بتنفعنا في تصوير الداخلي، تصوير القاعات، تصوير المؤتمرات، الحاجات اللي هي انا واقف مكاني محتاج ان انا اقرب اجيب شخص معين، ابعد اجيب المنظر كله وانا واقف في مكاني. عدسات البرايم مميزه ان هي طبقات الازاز اللي فيها اقل من عدسات الزوم عشان هي ما فيهاش زوم اصلا، ومميزاتها ان هي معظمها بيكون فتحه عدسه واسعه. يعني في عدسات برايم بتوصل فتحه عدسه الاف 1 و2 ودي واسعه جدا بالمناسبه. عدسات الزوم هتلاقي ان اقصى فتحه عدسه في عدسه زوم مثلا 1.8 زي السيجما ارت 18 35 دي اف 1.8. في بقى المعظم بقى اف 2.8. فالبرايم مميز عن الزوم في حاجه، اولا ان العدسات الزجاج اللي جوه اقل شويه فده بيبقى افضل، ان فتحه العدسه بتكون معظم الوقت واسعه فده بيديني اضاءه ويديني عزل زي ما خدنا في حلقه فتحه العدسه. ومعظم الوقت بتكون حجمها مش كبير، يعني لو جبنا لينسات زوم جنب البرايم فهنلاقي معظم، مش دايما، المعظم ان البرايم هتلاقيه اخف واصغر، كومباكت كده شويه، مش دايما بس في المعظم. عدسات البرايم مميزه جدا ومشهوره جدا في تصوير البورتريهات، تصوير الاشخاص، خصوصا مثلا بعد بؤري زي 35 مللي 50 مللي 85 مللي 135 مللي. كل ده برايم ومشهور جدا في تصوير الاشخاص. مش معنى كده ان الزوم وحش في تصوير الاشخاص والبورتريهات، لا، ده في زي 70 200 24 70 ده عدسات مميزه في تصوير الاشخاص. بس اللي بيحكمنا في الاول وفي الاخر هنا نوع تصويرك وميزانيتك وبتحتاج ايه اكتر. ما اروحش اجيب عدسه برايم وانا مصور مثلا افراح في قاعه، هتعب، محتاج اتحرك برجلي عشان اقرب او ارجع عشان اجيب مشهد اوسع. انما الزوم بعرف اقرب واوسع واضيق وانا واقف في مكاني.
انما مثلا في سيشن بره عايز بقى فتحه واسعه، وعايز عدسه مثلا اصغر، وعايز عدسه الشرب بتاعها عالي ما يكونش فيها ازاز كتير، فبجيب عدسه برايم. كل مقام مقال، كل حاجه ليها حاجتها. بس عايزك تفهموا ان هما 2 كاتيجوري او 2 فئه عدسات الزوم وعدسات البرايم. الزوم بعد بؤري متحرك، اقدر اعمل زوم ان وزوم اوت وانا واقف في مكاني. البرايم عدسات احاديه البعد البؤري مفيش فيها خاصيه الزوم، فالزوم بتاعي هو رجلي رايح وجاي، وكل واحده فيها لها مميزاتها، كل واحده ليها عيوبها، وده مستوى متقدم شويه، بس اللي يهمك تعرف اللي انا قلته دلوقتي بالظبط هو ايه. والعدسه بالمناسبه بيكون مكتوب عليها اوسع فتحه عدسه فيها، يعني مثلا 50 مللي دي مكتوب جنبها اف 1.8، يعني دي اوسع فتحه فيها 1.8. ليه بيقول اوسع حاجه فيها ما بيقولش اضيق؟ لان الاوسع ده اللي الناس بتهتم بيه، 1.8 1.4 1.2 2.8، ده اللي انت بتشتري عدسه بيهمك انك تقراه. انما الضيق فانت العدسات كلها بتضيق، توصل ل 16 و22 كمان عادي. انما مش كل العدسات فتحتها واسعه. 28 80 دي اف 3.5 ل 5 و6. يعني ايه ده؟ يعني 3.5 وهي على 28 مللي، ولما اعمل زوم بتضيق ل 5 و6 لو انا على اوسع فتحه، فدي مش حاجه كويسه. الافضل انك تجيب عدسه فتحه عدستها ثابته. بانك مبتدئ فانت غالبا معاك كاميرا معاها 18 55 اللي بتيجي معاها. العدسه دي زوم بفتحه عدسه متغيره اف 3.5 ل 5 و6، يعني على 18 مللي 3.5 عملنا زوم ل 55 مللي بقت 5 و6، دي اوسع فتحه فيها. طبعا مش احسن حاجه بس كفيله انك تتعلم عليها بس، وقدام طور جيب حاجه اعلى. يا رب اكون فدتك في حلقه النهارده وما اكونش تقلت عليك. ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات تحت الفيديو، وبعد اذنك ما تنسانيش من دعائك، وسلام.